السلام عليكم، أهلا بكم أحبابي في قناة تحديات الحياة. أهلا بكم في فيديو جديد. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة معانا فيديو كله طاقة، كله نشاط. هنقوم من الكسل بتاعنا، هننجز كل اللي ورانا بإذن الله. زي ما انتوا شايفين الجو برد، الجو كان عندنا غيم، يعني الشمس ما كانتش طالعة، باين في الإضاءة. شوية وهتبتدي يعني تفتح معايا وكده. عملت مشروب كده طاقة، مشروب يديني شوية طاقة كده، وأحس بالدفى وأقوم أنجز اللي ورايا. طبعا احنا داخلين الأسبوع القادم على امتحانات، فعايزين ننجز اللي ورانا. الأولاد بتراجع، الأولاد في دروس وكده طول الوقت. فاحنا يعني ايه، ورانا شوية كده مهام عايزين ننجزهم. لو قعدنا تحت البطانية مش هننجز. زي ما انتوا شايفين طبعا عملت المشروب اللي معايا ده. مشروب يعني هو اسمه شاي كرك. شاي الكرك دوت الشاي كده بيكون فيه حبهان، فيه جرفة، فيه قرنفل وكده. يعني لو حابين الطريقة اكتبوا لي في التعليقات. وطبعا جنبيه 3 تمرات كده يدونا شوية طاقة، شوية دفء مع المشروب الساخن ده. وايه، يلا العباية بتاعتنا. طبعا لبسنا لبس يتناسب مع الشغل علشان العباية وكده. هت يعني ايه الكم بتاعها يتشد وكده. ودخلت اول حاجة على المطبخ، كان المطبخ حاله حال زي ما بيقولوا. فقلت عشان انا اكتر حاجة شفتها مبهدلة معايا في المطبخ هي المواعين. قلت انجز المواعين الاول وافضي الحوض، وبعد كده اشوف الرخامات واشوف البوتاجاز ونشوف ايه الاكل اللي هنعمله، ويومنا يعني اللي هنشوفه كده ايه في المطبخ. زي ما انتوا شايفين اخدنا المشروب بتاعنا، اتدفينا وبالمية الساخنة والرغاوي، وابتديت اغسل في المواعين زي ما انتوا شايفين. طبعا لو كنت وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة. فضلا وليس امرا، الاشتراكات قليله. هو ليه يا بنات انتوا مش بتشتركوا؟ يعني لو حبيتوا القناه، لو حبيتوا الفيديوهات، لو حسيت انك انت بتستفادي، يا ريت تشتركي علشان نفعل القناه ونخليها ايه، تحقق الشروط بتاعتها. وما تنسوش يا بنات اللايك، لان اللايك بيخلي الفيديو يتشاف، بيخلي الفيديو يظهر في الاقتراحات وكده. التعليقات انا بالنسبه لي مهمه جدا. انا بحب، يعني انا بحس بفرحه، بحس ان في تفاعل. في ناس بتحبني، في ناس مبسوطه من المحتوى اللي انا بقدمه. في ناس يعني حابة تشوفني وتشوف فيديوهاتي. فبأفرح جدا جدا من خلال التعليقات بتاعت حضراتكم. فيا ريت يا بنات ما تنسوش الاشتراك واللايك وتشيروا الفيديوهات، وتعليق كده إيجابي منك وجميل. طبعا زي ما انتوا شايفين الرغاوي، ودخلنا على المواعين نغسلها وننجزها. كان هي صراحة العدد بتاعها ايه كتير شوية. طبعا انتوا زي ما شايفين البتاع البيضة دي بتاعت الخلاط. فيها حاجة كده مكبوبة زي عصير او كده، يعني ايه نشف. فايه سبتها طبعا في الحوض تنزل عليها المية وكده، علشان يعني ايه يتبل معايا شوية، فاقدر ان انا انضفها وكده. طبعا زي ما انتوا شايفين، زي يعني كل ست بيت شاطرة عارفة، بس انا بقول للبنوتات الصغيرين اللي ممكن حد بيتفرج فيهم عليا. زي ما انتوا شايفين انا مشيت نظامي ازاي في المواعين. طبعا غسلت الكوبايات اول حاجة. لازم تحاولي انك انت تبدأي بالكوبايات، ويا ريت تخصصي سفنجة للكوبايات غير السفنجة اللي احنا او الاسبونشة اللي احنا بنعمل بيها بقية المواعين. طبعا علشان انت تحسي انك انتي مش ملانة من المواعين وبتنجزي المواعين ومبسوطة وانتي بتغسلي المواعين، تنظمي المواعين. طبعا اول حاجة تخلصي الكوبايات كلها، وبعد كده يا بنات اعملوا الرفايع اللي هي المعالج والسكاكين والحاجات اللي زي دي. لاني مش عارفة، في ناس تقولك انا اغسل حلل وما اغسلش اطباق، و يعني ما تحبش تغسل اللي هي المعالج والسكاكين وكده. بتحس ان هي ملانة. انا مش عارفة انتوا كده ولا ايه، اكتبولي في التعليقات. يعني في انا ناس كتير اشوف اقول انا اغسل اطباق ياما، اغسل حلل ياما، بس ما اغسلش اللي هي المعالج
والشوك والسكاكين وكده. طبعا زي ما انتوا عارفين عملنا اول حاجة المواعين، الكوبايات. بعد كده طبعا عشان نخلص من ايه، من الرفايع اللي بتبقى عاملة زحمة وبتحسسك ان المواعين ياما وكتيرة، ومش بتخلص، انك انت تنجزي من السكاكين والمعالق والحاجات دي تعمليها وايه وتغسليها، وتشطفيها، توفر عليك، يبقى قاعد ايه. هنمشيهم بالترتيب. كوبايات اللي هي الرفايع، بعد كده الاطباق، بعد كده لو الحلل. لو مشيتيهم بالنظام والترتيب ده ورتبتيهم كده على الحوض، هتحسي انك انت بتنجزي المواعين وما بتاخديش فيها وقت خالص، ومش بتحسي انك انت ملانه من غسيل المواعين ومش قادره تدخل عليه. انا نوع من الناس، يعني لو المواعين مبهدله بحس ان انا كسلانه والمواعين دي كتيره خالص على الحوض وكده. لا، لازم ارتبها، بيبقى مثلا المعلق على بعضها، الاطباق على بعضها. الكبابي بتعمل اول حاجه بتقلل من الدوشه والزحمه اللي على الحوض وكده. فيعني النظام هو اللي بيوفر علينا كتير خالص. النظام يا بنات بيوفر علينا كتير وبينجز معانا في الوقت. طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا كنت غايبة عن البيت وكده، فطبعا انا غايبة عن البيت والاولاد وكده، فكان المطبخ بتاعي ده يعني ما يعلم بيه الا ربنا، زي ما بيقولوا، والشقة كلها والله. ده انا جيت يعني غسلت غسيل يا بنات، اقول لكم غسيل ايه، كانوا ال15 يوم دول حاطين لي الغسيل كله على بعضيه مستنيين لما انا اجي اغسله. ويعني ربنا يخليهم ان شاء الله باذن الله، ويخليهم لنا باذن الله. وطبعا هم طبعا خلاص يعتبر الاسبوع ده اسبوع مراجعه، اسبوع الامتحانات، الاسبوع القادم امتحانات، اللي كلنا يعني مثلا اللي معاها اولاد في اعدادي او في ابتدائي، اللي هو رابعه وخمسه وسته وبيمتحنوا. طبعا ده بيكون في طوارئ في البيت، بيكون البيت كله مراجعات ودروس وطبعا إن كنتي انتي مثلا هتراجعي للأولاد. فيعني ايه بيبقى برضو في الفترة دياتي، حتى لو في أم مثلا بتساعدها أولادها وكده، أو الأولاد يعني بيخففوا عننا، بيعملوا معانا أي حاجة في الفترة دي، هم مش بيعملوا أي حاجة ولا مش بيشاركوا في البيت خالص. فيعني يعتبر يعني ايه الفترة دي فيها ضغط شوية كده على كل الأمهات. معايا في الكلام ده ولا مش معايا؟ اكتبولي في التعليقات. عايزين كده نكتر التفاعل يا بنات في القناة. يعني لو انتوا عايزين مني فيديو يكون أسئلة، ان انا مثلا اطلع معاكم بس مباشر، ان انا انتوا عايزين تسألوني عن اي حاجة انا ارد، يعني ارد عليكم. اي مواضيع عايزيني اتكلم فيها، اي فيديوهات عايزين تقترحوها عليا ان انا اعملها معاكم. يعني عايزين نكون كده ان شاء الله باذن الله. يكون في تفاعل. يعني انا عندي مشتركين مثلا هم ما وصلوش لل1000 وكده، بس يعني حاسه برضو يا بنات كميه مفيش تفاعل. انا حابه نكون انا وانتم بينا تفاعل، بينا اسئله، بينا اجابات، يعني كده زي ما انتوا ايه عارفين. طبعا زي ما انتوا شايفين المواعين يعني خلاص كده جربت انجزها الحمد لله. شايفين الطبق الاخضر ده اللي اشتريته معاكم، اللي في مشتريات اللي جبتها من السعودية وكده. اللي هو قلت لكم ان هو من الشامل، اللي هو ب5 ريال. حلو خالص وخامته حلوة وجميل يا بنات. طبعا اللي ما اتفرجش على الفيديو ده اسيبه لكم في الشاشات النهاية، ماشي. طبعا كانت ايام حلوة خالص والله. يعني ربنا ان شاء الله باذن الله يكتبها لنا تاني باذن الله. طبعا شايفين الطاسة بتاعتي، اقول لكم ايه اللي حصل فيها. حرجوها الاولاد وانا مش في البيت، بهدلوا الطاسة، حرجوها، قالوا يا ماما مش هي بتحمر فيها، حطوا سمن قليل وكده وبقيت بالشكل ده. طبعا انا مش عارفة الباور يا بنات بيجي ضعيف ولا ايه. رشيت عليها باور، رشيت عليها اللي هو في خلطة كنت سمعتها على اليوتيوب وكده، ان انا اعمل من قشر السفند وكده زي اللهلوبة كده خلطة. المهم يعني عملتها يا بنات. هي بص، مش يعني مش قوي.
هي مثلا في غسيل الحمام أعزكم الله ممكن تكون كويسة، أما مع البوتاجاز ومع الحلل وكده يعني لا مش كده، يعني ما عجبتنيش، يعني مش للدرجة اللي هي ممكن اللهلوبة يعني تأدي أحسن منها. لو انتي مثلا شوية بديل الكلوركس وكده لا بينظف عنها وكده. فطبعا زي ما انتوا شايفين كنت انا عايزة الحلة دي فيها يعني حروق كده معينة، انا كنت عايزة يعني ان انا انضفها وكده، ما عملش معايا حاجة يعني. فطبعا انا الباور حاساه ضعيف وكده، مش عارفة ايه البديل بتاع الباور يكون يعني يكون بينظف وبيحوش الحروق اللي في الاستانلس ويحوش الدهون وكده. لو تعرفوا حاجة بديلة عن الباور يا بنات اكتبوها لي يا ريت في التعليقات، يكون بيحوش الدهون وبيحوش الحروق كده. فانا زي ما انتوا شايفين طبعا الباور ما عملش معايا انا، يعني قد صحتي غسلتها يعني بالاسفنجة والسلكة اللي هي الستانلس دي. وبرضو ما مش كانت يعني ما نضفش معايا، وحطيت بريل وكده زي ما انتوا شايفين شكلها. يعني ده اللي قدرت ان انا اتوصل ليه. بعد كده ان شاء الله باذن الله انتوا تكتبوا لي في التعليقات على حاجة كويسة، ان شاء الله باذن الله تجيب نتيجة معايا ونغسلها مع بعضينا مرة تاني. يعني هي حاولت خلصت من اللي فيها بنسبة صراحة 50%، ما قدرتش أوصل لأكتر من كده يعني. وإن شاء الله بإذن الله أنا برضو لو توصلت لحاجة الفيديو القادم يعني هقول لكم، وهقول لكم إن هي يعني نظفت معايا وكده، هعمل معاكم إيه عملي. زي ما انتوا شايفين طبعا بتاعت الخلاطة دي لان اللي فيها واتبل يعني وباش ونطفت. وما تنسوش يا بنات الاشتراك في القناة، ادينا بذكركم، واللايك. يلا انزلي دلوقتي حالا دوسي على اللايك واكتبي تعليق كده اول ما تخلصي الفيديو يكون ايجابي كده، و... ونكون كده في تفاعل بيننا وبين بعضينا. زي ما انتوا شايفين طبعا الغطيان بتاعة اللي هي السكر والشاي والملح وكده طبعا غسلتها. يعني هي العلبة نفسها كويسة، بس اكتر حاجة بتتبهدل في اللي هو الغطا بتاع العلبة، يعني بتاعت السكر والشاي والملح وكده. فطبعا انا ايه قلت اغسلهم، طبعا الرخامات متبهدلين معايا خالص، هنعملهم مع بعض دلوقتي بنات. والبوتاجاز متبهدل معايا، يعني هما برضو كتر خيرهم ان كانوا بياكلوا حاجة وكده وبيروحوا دروسهم. طبعا الاولاد مهما ولا مش هيبقوا زي الأم ولا كده، طبعا ست البيت كتر خيرها، وهي يعني بتمثل كمية كبيرة خالص، وهي عمود البيت. يعني الحمد لله الحمد لله، ربنا يدينا صحتنا ويأجرنا بإذن الله، يعني بجانب إن إحنا مسؤولين عن كده. بس لما بتكوني تعبانة أو عندك ظروف صحية أو مرضية زي كده، يعني انا دايما بقول وانا مسؤولة من اولادي ومسؤولة ان انا اعمل لهم وكده، بس اللي بحاول ان انا برضو يعني باجي على نفسي كتير ان انا اوصل لبيتي دايما يكون نظيف، دايما يكون يعني قد امكانياته اللي هي فيه برضو ان هو يبان ان هو كويس، يبان ان هو يعني نظيف على طول، مفيش يعني اي حاجة مقصرة فيها. يعني بحاول قدر المستطاع طبعا بصحتي، بحاول ان انا مثلا يا بنات كل يوم بخصص حاجة معينة هعملها. يعني انا مثلا عارفة ظروف صحتي وعارفة ظروف رجلي. مثلا يعني مثلا انا رجلي ساعة زمن مثلا وبتنتفخ وبتورم وكده، فما بقدرش اقف عليها. فانا مثلا الساعة دياتي ببقى مخصصة كل يوم ان انا حاجة معينة ان انا اعملها، بحيث ان هي تخفف عليا ويكون بيتي على طول كويس على طول، على طول مش ناقصه شيء، على طول الحمد لله مظهره جميل. بحاول احسس زوجي واولادي ان انا رغم يعني الظروف اللي عندي، رغم الاعاقة اللي حدثت لي يعني نتيجة الحادث، ظروف رجلي وكده.
ان انا يعني الحمد لله، انا بحمد ربنا يا بنات، حمد يعني. والله العظيم مهما صليت شكر لله، ومهما حمدت ربنا، بحس ان انا مش قادرة اوصل كمية الحمد والشكر لله. ان انا برغم ان انا مثلا ساعة زمن هي اللي بقدر اقف على رجلي، وبعد كده رجلي بتورم وكده، ان انا وقفت على رجلي. انك انت تقف على رجلك وتدخلي حمامك لنفسك وتشوفي طلباتك، والله يا بنات كنز كنز. مش هيعرفوا لغير اللي فقدوا، مش هيعرفوا اللي غير اللي هو بيحب يتحرك، اللي هو بيحب يتحرك، بيتحمل المسؤولية، اللي هو يعني ايه، اللي هو ما بيحبش يقعد على حاله. هو اي انسان طبعا ما يحبش ابدا ان هو يعني يحس ان هو عاجز. بس انت يا بنات فعلا قعدة السرير دي وحشة، ما يكتبها علينا تاني ولا على أحد من اللي بيسمعنا بإذن الله. وحشة جدا جدا جدا. فالحمد لله الحمد لله، بغض النظر عن الظروف اللي أنا لسه فيها، بس إن أنا قادرة أقف على رجلي وأشوف طلبات بيتي، والحمد لله مكفية بيتي، مش بحتاج لحد. ومستورة داخل بيتي، إن أنا يعني مش محتاجة ان انا ان حد يجي يخلص لي مصالحي. قاعدة بيتي محتاس، اولادي مش عارفة اعمل لهم اكلهم، مش عارفة ادخل حمامي، مش عارفة اعتمد على نفسي. حاجة حاجة يا بنات، انا مش عارفة اوظف الكلام، ولا عارفة. انا بقوله لكم من القلب على طول. يعني حاجة قاسية جدا جدا. الحمد لله الذي عافانا، وربنا ما يكتبها علينا تاني ولا عليكم بإذن الله. الحمد لله الحمد لله. فطبعا زي ما بقول لكم، ان انا بنظم اللي, اللي انا ايه اللي انا كل يوم على مقدار صحتي ان انا اعمل حاجة. فانا لما بنظم كده بحاول، طبعا هي الحاجة بتتسخ تاني وكده. ربنا يخلي لنا اولادنا والبيت اللي فيه اولاد وفيه حياة. يعني الحاجة مش بتفضل نظيفة على طول. بس طبعا لما تبقى الأساسيات كلها، ودايما إيدك في الحاجة أول بأول، فده يعني بيوفر عليكي كتير. فزي ما انتوا شايفين طبعا هنا الفيديو قدامي، الرخامة كان شكلها ايه؟ كان عليها دهون، كمية دهون فظيعة. يعني مش عارفة، يمكن شفاط لما فوقيها ولا ايه. كان كمية دهون فظيعة جدا جدا عليها. طبعا انا حطيت عليها اللي هو قلت لكم الخلطة اللي انا عملتها، اللي هي بديل اللهلوبة دي. اللي يعني هي كانت على الرخامة كويسة، يعني حاشت معايا الدهون اللي كانت على الرخامة، ما اضطريتش ان انا احط باور ولا احط حاجة يعني. كانت كويسة على الرخامة. زي ما انتوا شايفين كان في تحت علبة سكر، وفي حامل المجات وكده دهون. اكيد لاحظتوها وشفتوها معايا. وطبعا هنا دخلت على البوتاجاز. طبعا البوتاجاز كان عليه كمية دهون. غسلت الحوامل مكانها على البوتاجاز علشان يعني اعرف اتحكم فيها شوية، عشان طبعا انتوا عارفين الحوض اللي هو ايه مفيش رخامة وكده. فايه، وكمان الصفاية اللي هي بتاعت الحوض ولا اسمها ايه، ناحية الشمال مش ناحية اليمين يعني. فأنا مش بعرف، يعني دايما بحب ان انا مثلا ادعك من ناحية اليمين، فهي جاية من ناحية الشمال. فيعني ايه، كانت بالنسبة لي على البوتاجاز كده انجزتهم. وطبعا بعمل العيون وكده، حطيت برضو من نفس الخلطة، قلت اجربها على البوتاجاز. يعني بص، هو بالبوتاجاز انا صراحة بستخدم ده هنا يعني اتصدمت في الحامل فاهتز بتاع التصوير وكده. اللي بحط انا الكلوركس او بديل الكلوركس يعني، اللي هو الالوان، وشوية صابون، صابون مواعين وكده. لا يعني بيأدي نفس النتيجة. يعني بيدي معايا انا نفسي ايه النتيجة وكده. يعني انا برضو استخدمت صابون مواعين وكده، ويعني عملت البوتاجاز طبعا. كان في دهون وكده واتساخات وشوية حروج وكده. ظبطته يعني ورجعته زي الأول وأحسن زي ما انتوا شايفين. وهعمل الرخامة التانية معاكم دلوقتي. طبعا برضو كان عليها شوية
دهون وكده، ايه هنرجع معانا رخامات في المطبخ يعني زي الاول كده، وخلينا المطبخ اتنفس. وطبعا ايه عملت الارضية، بس طبعا الارضية وكده هجيبها معاكم في فيديو تاني يعني، علشان الفيديو ده يعني ما يطولش عليكم وكده. والأرضية كده هواتي ظبطتها، وحركت البوتاجاز، وحركت التربو، وعملت تحتيهم وكده. يعني ايه كان تنظيفة عميقة تعتبر برضو للمطبخ. المواعين، الرخامات، وكده، والتلاجة برضو. يعني عملتها بشوية بخاخ فيه شوية خل وكده، وخليت المطبخ كده ادعالي يا بنات. وما تنسوش يا بنات الاشتراك في القناة، اديني بذكركم تاني. يلا ما كنتيش اشتركتي مستنية ايه؟ دوسي على زر الاشتراك، وفعلي الجرس على الكل عشان يجيلك اشعار بكل ما كل اللي انا انزله. ان شاء الله كده شجعوني يا بنات، بحيث ان انا ارجع زي الاول، ان انا انزل لكم فيديوهات على طول، ان انا يعني مع بعضينا كده نرجع نعمل فيديوهات تشجيعية تاني في المطبخ وفي البيت، وروتينات كده قوية بإذن الله، ونستعيد نشاطنا. وشجعوني يا بنات برضو، أنا صراحة يعني بتعب في التصوير، وبتعب في يعني أنا كده كده صراحة يعني بنظف التنظيف ده لبيتي. بس أنا اللي بيتعبني إن أنا طبعا بصور لكم الشيء ده بمنتجه لكم. وانتظروني الفيديو القادم، والسلام عليكم.